حكايتنا اليوم حكاية زينة ومليئة بالعبار. بسم الله نبداو. كان يا مكان، كان في قديم الزمان، في واحد الدوار معزول وسط الجبال، كان واحد الشيخ كبير في السن، نبيه ولسانه ما كينطق غير بالحكمة. وكانوا كاع ناس الدوار كيستشروا في الأمور والشؤون ديالهم. اللي جا عنده كيزحف كيرجع واقف على رجليه، واللي جا عنده مهموم كيرجع ناشط وفرحان. هاد الشيخ كانت عنده مكانة خاصة في الدوار، وكانت هضرته هي اللي مسموعة. كل شي كان غادي مزيان وبدون مشاكل، حتى لواحد النهار جمع الشيخ الناس الدوار كاملين وبغى يخبرهم بشي حاجة مهمة وخطيرة. فاش تجمعوا الرجال والنساء ديال الدوار كاملين قدام دار الشيخ، خرج وحط كرسي وسط الجماعة وبقى غير ساكت وعقلو سارح وحتى حاجة ما قالها. الناس بدا كيجيهم الملل وكل واحد بقى كيشوف في الاخر. وهسي الشيخ من الصباح وحنا كنتسناو ومازال ما قلتيش لينا علاش جمعتينا. هاد الامر اللي غادي نقول لكم مهم وخطير، عطيوني ودنيكم وحلوا معايا عقلكم مزيان. خبرهم بلا من هنا ل5 ايام المياه ديال الواد اللي كيشرب منها الدوار كامل غادي تقطع، وغادي تبقى مقطوعه مده ديال 5 ايام اخرى، ومن بعد هاد المده غادي ترجع تدفق من جديد، ولكن اللي غادي يشرب منها غادي يحماق. هادشي علاش نصحهم باش يديروا خزان كبير ويخبيو كل ما في استطاعتهم انهم يجمعوه من الماء في هاد 5 ايام اللي بقات ليهم، وما يشربوا غير من المياه اللي جمعوا في هاد الخزان. بدا كل واحد من الحاضرين كيشوف في الاخر باستغراب وتهكم، وبداو كيضحكوا من كلام الشيخ اللي اعتبروه سخيف ومثير للسخريه، وقرروا انهم ما يعملوش بالنصيحه ديالو. وفعلا داكشي اللي كان نبأ به الشيخ هو اللي وقع. دازت 5 ايام وهو يتقطع الماء من الواد، ومن بعد 5 ايام اخرى رجع الماء كيتدفق من جديد، وكاع الناس ديال الدوار شربوا منه. اعتكف الشيخ في دارو، وفي هاد المده بقى كيشرب غير من الماء اللي جمعو قبل ما يتقطع الواد، حتى لواحد النهار قرر باش يخرج ويشوف اش واقع لناس الدوار. تصدم فاش شاف كاع رجال ونساء الدوار حماقوا وتسطاو، وبداو كيديروا شي تصرفات وحركات غريبه، وغير كيشوفوه كيبداو يشيروا عليه بصباعهم وكيغوتوا والحمق والهبيل. ولكن في الحقيقه راه هما اللي حمقين، اما الشيخ راه باقي بعقله. استمر الحال على ما هو عليه ايام وشهور طويله، حتى بدا الشيخ كيحس براسو ولا معزول على ناس الدوار، وحتى حد فيهم ما بقى كيفهمو. شاف حتى عيا، ومن بعد تفكير طويل قرر انه يدير واحد الخطوه جريئه. مشى للماء اللي كان جامعو في الدار قبل ما يتقطع الواد وخواه كاملو، ما خلى حتى قطره، وهبط الواد وشرب منه حتى عمر كرشو. ومن بعد دقائق ولا حتى هو كيدير نفس الحركات والتصرفات ديالهم، وولا حمق بحالهم. فاش شافوه الناس على ديك الحاله عاد بداو تيقولوا والحمد لله الشيخ كان مسطي، دابا عاد رجع ليه عقلو. اشنو يمكن لينا نفهموا من هذه القصه؟ يمكن لنا نستخلصوا منها عبر مفيده. اولها ان الامور الصحيحه عمرها ما كتقاس بعدد الناس اللي كيديروها. يقدروا يكونوا الالاف كيقوموا باشياء خاطئه وهما كيعتقدوا انها صائبه، وانت بوحدك اللي كدير الشيء الصحيح وبلا ما تعرف. داكشي علاش خاص الواحد ديما يثق في راسو ويامن بالقدرات ديالو ويكمل حتى للنهايه وعمره يشوف اللور. اما العبره الثانيه فهي ان ما كاين باس بعض المرات الشخص يتنازل على بعض الاشياء اللي كان كيعتبرها مهمه في حياته في سبيل ارضاء الناس اللي عزازين عليه. حكايتنا هنا سالات، مازال موراها يجيو حكايات. لا عجبتكم خليو بصمتكم هنايا باش تشجعوني نستمر حتى نايا.